أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها ونفسنا معندنا وما حدش ضامنها. أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها ونفسنا معندنا وما حدش ضامنها. ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي ما حدش يعرفه. الماضي مهما يقولوا عدى مستمر، ما سابش حد فينا إلا وكتفوه. ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي ما حدش يعرفه. والماضي مهما يقولوا عدى مستمر، ما سابش حد فينا إلا وكتفوه.
اتقفشت يا حلو؟ ويا ترى الاصابه دي من القفشه ولا ايه؟ رحمة ما شافتش حد معايا. يا ابن اللعيبه، سربت البيت؟ ما كانش في بنت اصلا. يعني ايه ما كانش في بنت؟ ما انت خارج من مكان بالبنت وكانت ليله حمرا زي الفل، ايه اللي حصل؟ اول ما قربت من البيت غيرت رايي، نزلتها ومشيت. وبصراحه بقى اللخبطه اللي بينك وبين رحمه دي هي اللي عامله فيك ده كله. ما تريح نفسك بقى يا اخي. تصدقني لو قلت لك ان انا من ساعه ما ركبت البنت دي معايا في العربيه وطول السكه ما شفتش قدامي غير رحمه. حسيت اني هبقى حقير قوي لو خنتها. الظاهر ان انا بحبها فعلا. طب بص يا ادم، انا عارف ان انا اخوك الصغير، وعارف انت بتحبني قد ايه، وعارف كمان ان في كلام انا اقدر اقوله لك محدش تاني هيقوله لك خالص. في حاجه في رحمه غريبه شويه، فيشي يعني، فاهم قصدي؟ غريبه ازاي؟ مش فاهم. هقول لك. يعني فاكر لما طلبت مني اتوسط لها في موضوع المدرسه انها تشتغل وبتاع، فاكر الكلام ده؟ ايوه فاكر. الطريقه اللي طلبت مني بيها الموضوع ده كانت غريبه. غريبه يعني ايه؟ ما توضح. يعني الطريقه اللي اتكلمت بيها خضتني، بس لما قعدت وفكرت لقيت ان كلامها ما كانش فيه اي حاجه غلط خالص. يعني ايه؟ ما توضح. من الاخر كده هي عايزاك تغير، واستعملتني انا عشان انت تغير مني، ونجحت في ده، وانا وانت وقعنا في بعض وكانت هتحصل مشكله. هي عملت ايه؟ ولا قالت لك ايه؟ يا عم ولا عملت حاجه ولا قالت حاجه. بصراحه رحمه دي انا مش فاهمها ولا عمري هفهمها، بس لما فكرت لقيت ان ممكن المشكله تبقى عندك انت. مشكله عندي انا؟ ازاي يعني؟ يعني ممكن تبقى خايفه من ماضيك الوسخ، وخايفه انك ترجع له، فقالت بقى تستعمل موضوع الغيره ده. انت فاهم بقى حركات الستات يعني. تلعبني يعني؟ بتلعبك، واكبر دليل انها طبت عليك النهارده. ايوه بس لما جت ووضحت ليه جايه ما شفتش فيها اي حاجه غلط، بس احتمال انها بتراقبني فعلا. ما هو ان هي بتراقبك ده اكبر دليل انها بتحبك، وبتحبك قوي كمان، ويمكن اكتر ما انت بتحبها مليون مره. قلبها في دماغك يا ادم، اسمع مني. ايوه يا دكتور، ازيك؟ طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ احسن؟ طب كويس، نص ساعه وجايه لكم. يلا باي باي. ادخل. صباح الخير. صباح النور. طيب اسيبك مع ضيوفك وحاجه اطمن عليكي بعد شويه. عن اذنكم. اتفضل. الف سلام عليك يا حبيبتي. عامله ايه؟ بقالك ساعة عمال تقولي في مبررات أنا مش فاهماها. عايز مني إيه يا شريف؟ بعد ما سبتني آكل في نفسي لحد ما نزفت وكنت هموت، وأنا من ساعتها مش قادرة أسامح نفسي أبدا. انت اللي استفزتيني نفسك. استفزتك عشان دوست على كرامتك شوية. طب ما أنت هارس كرامة أهلي من يوم ما عرفتك. انا عمري ما مسيت كرامتك. يا راجل،
هو انا بقى عندي كرامه خالص؟ ده انا بقيت اتكسف ابص في المرايه عشان مكسوفه من نفسي من كتر الاهانات اللي بشوفها منك. اهانات ايه؟ هي رميتك ليا دي مش اهانه؟ مجايك البيت مستخبي زي الحراميه وكانك داخل شقه مشبوهه، مش اهانه؟ اما بتسيبني كل يوم وتروح ترمي في حضن مراتك، مش اهانه؟ طب اهدي اهدي عشان ما تقابيش تاني. لا هو انا تعبت قوي، تعبت منك ومن حياتنا اللي دمها تقل قوي وما بقاش فيها غير وجع وقرف. وممشي يا شريف، امشي وسيبني في حالي عشان انا خلاص مش قادره استحمل. ممكن يبقى كلامك صح، وجايز انا جيت عليكي كتير، بس انا بحبك وعمري ما حبيت حد غيرك ولا هحب حد غيرك، حتى لو انت كرهتيني. انا همشي، بس مش هبطل اسال عليكي، بس يا ريت ترد عليا. مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي عايزه اسال على مريضه هنا. اسمها ايه؟ اسمها سهر عبد الحفيظ. اتفضلي حضرتك، اخر اوضه على اليمين. ميرسي، شكرا. سماح داخله علينا ولو شافتني هيحصل مشكله، انا هستخبى في الحمام. مشيها بسرعه. ازيك يا سهر؟ كده برضه تخضين عليكي. انا عرفت ان انت اللي جبتيني. حالتي كانت صعبه جدا. كنت جايه لي ليه يا سماح؟ كنت جايه اسالك سؤال واحد بس. اللي هو ايه علاقتك بشريف جوزي؟ ايه؟ سكتي ليه؟ لا بس مش عارفه ايه اللي خلاكي تقولي ان في علاقه بيني وبين شريف. احساسي. لا اطمني، مفيش اي حاجه بيني وبين جوزك خالص. لا ما انا اطمنت بعد ما جيتي على هنا. تقصدي ايه؟ مش فاهمه. اقصد ان انا عارفه شريف جوزي كويس قوي، يعني ممكن يغلط مره، ينسى نفسه مره، بس يقع في مطب زي اللي انت وقعتي فيه ما اظنش. مطب ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. البيبي اللي انت سقطتيه. بيبي؟ معلش ربنا يعوض عليكي، بس يكون في الحلال. انت بتقولي ايه؟ بيبي ايه اللي انا سقطته؟ سماح، الحقي يا رحمه، رحمه الحقي. انت بتقولي ان انا يعني هو انا كنت حامل؟ اللي جابك يا سماح؟ امشي من فضلك. عايزه تفهميني ان الهنا ما كانتش تعرف؟ اعرف ايه؟ ما تفهموني. بقول لك امشي يا سماح لو سمحتي. رحمه، اوعي يكون الكلام ده صح. انا كنت حامل؟ يعني كان هيبقى في بيبي النزيف ده؟ اهدي يا سهر، اهدي، مش كده، انت تعبانه. انتوا اكيد بتكذبوا عليا، ولا هي اللي بتكذب عليا؟ بليز يا رحمه فهميني بليز. شريف انت هنا؟ يبقى انت بقى كنت عارف وجاي عشان تطمن، مش كده؟ امشي اطلع بره، مش عايزه اشوف وشك تاني. ساره لو سمحتي فهمي، انت مش فاهمه حاجه. يا ساره انت مش فاهمه حاجه، لو سمحتي يا اسمعيني. شريف من فضلك سيبنا لو سمحت. اهدي يا حبيبتي اهدي.
ما حدش يستاهل. اهدي، مش معقول كده يا سهى. اهدي يا حبيبتي، اهدي، هتموتي نفسك. ما حدش يستاهل، فهماني؟ ما حدش يستاهل يا حبيبتي، هتموتي كده. فهماني؟ ما حدش يستاهل. هتموتي كده، هتموتي كده. أنا في رأيي إن الحل الوحيد إنكم تجيبوا لكم طفل يملى الفراغ اللي بينكم ويخلي لحياتكم معنى. انتوا بقالكوا شهور يا ادم. ما تكلم الدكتور زاهر وتروح له، يمكن يشوف لكم علاج. هي رحمة قالت لك إنها مأجلة الموضوع ده شوية؟ بالعكس، انا اتكلمت معاها ولقيتها مرحبه جدا بالموضوع ده، وبتقول يا ريت يحصل. أمال ساكتين عن نفسكم ليه؟ في ايه يا ادم؟ شكلك النهارده مش طبيعي. مفيش يا بابا، تعبان وحاسس اني واخد 60 علقه. ألف بعد الشر عليك يا حبيبي. هاي يا مستر ادم. اهلا وسهلا. هي صحيح يا مستر ادم، مدام رحمه ما بتظهرش ليه؟ في حاجه؟ ظروف. طيب يا ريت يعني بعد اذنك توصلها سلامي، ولو حبت ترجع التمرين في اي وقت هتلاقيني موجود. بعد اذنكم. مش ده مدرب التنس؟ هو عليك يا بنتي، اسم الله عليك يا حبيبتي. حصل ايه؟ قومي معايا يا بنتي، قومي قومي. يا ادم بيه، يا ادم بيه الحقنا. قومي يا بنتي، اسم الله عليكي. حصل ايه؟ اسم الله عليكي يا حبيبتي.
خير يا دكتور؟ طمني. طبعا الحمد لله بقت احسن دلوقتي. يعني جرى لها ايه؟ هي كانت غايبه عن الدنيا خالص. ممكن تكون يعني حامل. حامل؟ انت مش عارف انها بتاخد حقنه كل 3 شهور؟ هو انا مش فاهم. اللي حصل لها ده سايد ايفكت للحقن اللي بتاخدها، عشان كده انا ما بفضلش الموانع دي، في موانع احسن من كده بكتير. هو انا الحمد لله بالسلامة يا سعادة البيت. الله يسلمك يا عم جمال، ازيك؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي. تسلم يا هارون. ازيك يا عم جمال؟ الله يسلمك يا هاني. اتفضلي. يلا حبيبي. ازيك يا عيشه؟ اهلا يا هاني. خير يا عيشه؟ مدام رحمه مالها؟ والله ما انا عارفه يا سعاده البيه، هي فجاه كده طبت من طولها. مش الدكتور جالها؟ طب قال ايه؟ ما اعرفش، هو اتكلم كلمتين مع البيه ومشي. وادم فين؟ قاعد بره في الجنينه من ساعه ما الدكتور مشي، وشارب 3 قهوه. شرب 3 قهوه؟ ايوه. ورحمه فين؟ فوق حضرتك في اوضتها زي ما هي. انت فاهم حاجه يا هارون؟ والله ما انا فاهم حاجه في العيله دي. بقول لك ايه، روح انت شوفي رحمه مالها وانا هروح اشوف البيه ماله. حاضر، بس على الله ما يكونوش متخانقين زي كل مره. اعمل لحضرتك قهوه مع البيه؟ هو طلب الرابعه؟ ايوه. اعملي. يعني انت يا استاذ تصحيني من عز النوم، بعدين ما يهونش عليك تطمني؟ لا لا انا دكتور، اتفضل. ايه مالها مراتك؟ جرالها ايه؟ دكتور زاهر جالها ولا لا؟ اه جالها. وقال لك ايه؟ انا بقى قلبي حاسس ان في حاجه صغنونه كده جايه في السكه، مش كده؟ ما هو مفيش حاجه تانية تخليك قلقان. اتكلمي يا رحمه، ساكته ليه؟ فهميني فيه ايه يا بنتي؟ وقعتي ازاي؟ والدكتور قال ايه؟ ما سألتيش آدم ليه؟ ابوه قاعد معاه تحت وانا قلت اطلع اطمن عليكي. ما تتصوريش كان مخضوض عليكي ازاي وهو بيكلمني، وانا قلت اطلع اطمن عليكي. ده ما هو واضح. ليه بتقولي كده؟ تخيلي ما طلعش يطمن عليا حتى بعد الدكتور ما مشي. طب بيها هيعمل كده ليه؟ ده من ساعة كان هيجنن عليكي. عشان الكلام اللي سمعه بالدكتور. طب الدكتور قال له ايه؟ قال له ان انا باخد منع حمل. منع حمل؟ بتاخدي موانع؟ طب ليه؟ هي فيها ليه؟ واحده بتاخد موانع حمل من ورا جوزها، هيكون ايه السبب يعني؟ ما بتحبوش ومش عاوزه اكمل معاه. يا سلام، انت ازاي يعني ركبتها كده؟ هي ما تركبش غير كده. انا معاك يا ابني ان المساله فيها حاجه غلط، بس التفسير متسرع قوي. كان لازم تسمع وجهه نظرها، يمكن عندها اسبابها. اسباب ايه بس يا بابا؟ انا اللي مغفل. لولا الاغماء اللي جالها ده كنت هفضل عبيط طول عمري. انا مش قادر اقتنع برايك ده، ومش قادر احدد موقفي. لازم اسمعها واعرف رايها ايه عشان نقدر نحكم في الموضوع. وبعدين يا استاذ يا متعلم، لو هي مش عايزه تكمل معاك ما تطلب الطلاق وتخلص منك يا اخي. بالسؤال ده هي اللي تجاوب عليه مش انا. عشان بحبه. يا بنتي هتجننيني، منين بتحبيه ومنين مش عايزه تخلفي منه؟ اول ما اتجوزنا كنت هموت اخلف منه. كان نفسي احس باعراض الحمل زي كل ست. كان نفسي اجيب عيل شبهه واقعد بصاله كده. لكن بعد كده دخل الشيطان بينا، بقى يشك في كل حاجه ومشي الناس اللي بيشتغلوا معاه ورايا. كل ما بحس بيهم بيني وبين نفسي اتوجع قوي، واقول يا ربي بيقولوا عليا ايه دلوقتي. هو احنا مش كنا خلصنا من الحكايات دي؟ كنت هاخد قرار ان اسيبه
واطلب الطلاق، بس بيرجع وبيعتذر. عايزاني بعد كل ده اخلف منه عشان الاقي نفسي في الشارع انا وابني ولا بنتي؟ يا حبيبتي دي حاجات بتحصل بين اي اتنين، بس ما توصلش انك تحرميه وتحرمي نفسك من اجمل احساس في الدنيا. خدت حقنه تخليني ما اخلفش 3 شهور بس، لحد ما نشوف هنوصل لايه. يا حبيبتي انا حاسه بيكي وحاسه بيه وشايفاكوا انتوا الاتنين بتلفوا في دايره ملهاش مخرج. يا طنط شكو هو اللي دخلنا في الدايره دي. اديها دي بنت مسهوكه، عامله صاحبتنا وتروح تفتن علينا، عامله فيها مخبر من الست المدرسه. اديها ايه؟ قلت لها ايه؟ كل المدرسه سابتك كنت رايحه هلعب انا وديني. خلاص بقى يا سلمى سيبيها مش كده. اوعى مش سايباها، سيبوها تفش بالله، دي بنت سهون، سيبوها. صلوا على النبي يا جماعه، مش كده، صلوا على النبي. بس بقى لو حد شافها ترد اوعى الاول وبعدين ابقى اترفد عادي. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ الحقيني يا مدام. فهميني بس يا مدام ميرفت، الفصل كله مولع في بعضه وكله من تحت راسها. هي اللي اسمها رحمه دي عامله لي فيها طيبه وبنت ناس، وعماله تاخد دي على جنب واتكلم في دي لما البنات ولعوا في بعض. اقول لحضرتك ايه؟ لازم حضرتك تاخدي موقف المره دي. احنا مدرسه بنات يعني سمعه التلاتة ما يدخلوش بكره من بوابه المدرسه من غير اولياء امورهم. تمام يا فندم. اتفضلي علقي القرار ده في لوحه الاخبار. حاضر. اتفضلي على فصلكم. استاذه امينه. فندم. هي مدام رحمه ما جاتش برضو النهارده؟ لا ولا حتى اعتذرت بالتليفون. ماشي. اتفضلي علقي الورقه دي كمان. ورقه ايه يا فندم؟ ورقه خصم للاستاذه اللي جايه تتدلع هنا. تحت امرك. في ورقه تاني؟ لا اتفضلي انت. كل واحده منكم هتجيلها ورقه زي دي على الفصل، وزي ما سمعتم مفيش دخول من غير ولي الامر. اتفضلوا. الجبانه تعمل العمله وتهرب. يا بنتي سيبك منها، دي مصيبه حكايه ولي الامر دي. ولا مصيبه ولا حاجه، كبري. كبر ايه بس؟ ابويا لما يجي هيعرف. يعرف ايه؟ انك بتكتي يعني؟ يا بنتي عادي. كنت ايه بس يا سلمى؟ هيعرف اني مش بلبس الحجاب هنا وهيطين عيشتي. لا كده انت مع نفسك بقى يا حلوه. انا مش عارفه اعمل ايه، كان مال انا هو انا اللي كنت بتخانق؟ يا سلام، مش كنتي بتشعلليها؟ استحملي بقى. ما هو كله من تحت راسك انت، ماشياني وراكي زي الخروف، وفي الاخر اعمل ايه فيكي بس؟ ما حدش قالك تمشي. يلا. اتأخرت النهارده يعني يا دكتور، مش عوايدك. طب نقول صباح الخير الاول وبعدين يوم من نفسي يا ستي. اشمعنى انتوا؟ حضرتك تعمل اللي انت عايزه يا دكتور. طب يلا شوف شغلكم، انا مش ناقص عطل. تمام. ادخل. صباح الخير، مبروك على الخروج. انا عارف انك زعلانه مني، انا اسف. اسف؟ تكذب عليا وتخبي عني اني كنت حامل وجاي ببساطه كده تقول لي اسف؟ انا بس عاوزك تقدري موقفي. موقف ايه يا دكتور اللي يخليك تكذب على المريضه بتاعتك وتقول لها ان عندها نزيف وتخبي عليها سبب النزيف ده ايه؟ انت عارف ان انا ممكن اشتكيك واوديك في 60 داهيه؟ عندك حق، صدقيني مش هلومك لو عملت كده. انا لا عايزاك تلومني ولا الومك، انا عايزه امشي من هنا والحمد لله اني خارجه. ما انا مش عايزك تخرجي وانت فاهمه الموضوع غلط. غلط ولا صح؟ اللي حصل. دي كانت رغبه الدكتور هارون، وانا ما عنديش اي خلفيات عن اللي بيحصل بينكم. انا قلت هم بيعملوا كده عشان مصلحتك، عشان كده ما قلتش. ولو انت حالف يمين على اسرار المرضى بتوعك، كان المفروض تبقى قد الحلفان ده. طب حاولي تفهمي بس وجهه نظري. اسفه.
ما عنديش وقت اضيعه في حاجه فارغه. ينفع يعني اصحى الصبح ما الاقيكش جنبي؟ مفيش، صحيت بدري بس قلت انزل اجري شويه. طيب انا هروح اغير. هتتغدى في البيت ولا زي كل يوم؟ لا زي كل يوم. تعالى يا استاذ، اتفضل. مراتك عندك اهي، تقول لها كل اللي في قلبك بس بحب وحنيه، وهي تقول لك كل اللي عندها وانت تسمع. يلا يا منير، يلا حبيبتي، يلا نشوف لنا حته ندلع فيها نفسنا. قومي. طب مش لما نطمن عليهم الاول؟ انت ما صدقتي ولا ايه؟ ده الوقت اللي محدش لازم يتدخل بينهم، هما يصطفلوا مع بعض. يلا يلا يلا. طيب مستعجل على ايه؟ وانت بقول لك ايه يا حبيبتي؟ انتوا تتفاهموا مع بعض، ما تخرجوش من هنا، يا اما منفصلين يا اما متفقين، عشان تريحونا وتريحوا نفسكم. يلا باي، يلا باي، يلا يلا يا منيره، يلا يلا حبيبتي، يلا. أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها، ونفسنا معندنا وما حدش ضامنها. أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها، ونفسنا معندنا وما حدش ضامنها. ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه. والماضي مهما يقولوا عدى مستمر، ما سابش حد فينا إلا وكتفوه. ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه. والماضي مهما يقولوا عدى مستمر، ما سابش حد فينا إلا وكتفوه. وكلنا بنمسح ذنوبنا في بعض من كسوفنا من